كل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما تكونوا بخير وسلام. الصيام الكبير خلاص على الأبواب، وكمان شهر رمضان قرب، وكل سنة واخواتنا المسلمين بخير وبصحة وسلام. يلا بقى هنعمل أحلى مخلل اللي ما نقدرش نستغنى عنه أبدا، ولازم يبقى موجود على كل سفرة مصرية. تعالوا بقى لما أقول لكم نعمله ازاي بطريقة سهلة وبسيطة، ما ياخدش منك ولا وقت ولا مجهود. خليكم معايا لآخر الفيديو وانتوا مش هتندموا. يلا بقى نجيب الخضار بتاعنا الحلو، شايفين الالوان؟ هاتي الخضار اللي نفسك فيه واللي نفسك تخلليه واغسليه كويس جدا، وقشري الجزر. وطبعا اللفت احنا ما بنقشرهوش، بس ما الا بنشيل الحاجات الوحشه اللي مش عجبانا، الحتت اللي مش عجبانا بس. تعالوا الاول نشوف هنعمل ايه. هنجيب طبق فاضي كده وننزل في الطبق ده بميه مغليه، وبعد كده نحط شويه خل وننزل عليهم بمعلقه كبيره من الملح ونقلبهم مع بعض. ويلا بقى نشوف هننزل في المية السخنة دي بايه. الاول هنجيب القرنبيط، هقطع القرنبيط وبعد كده هنزل بيه في المية السخنة دي، علشان عايزة اي ريحة وحشة في القرنبيط تختفي تماما بالمحلول اللي احنا عملناه ده. وهسيبه لمدة نص ساعة او على الاقل لما المية تدفى خالص. ويلا بقى نقطع الخضار اللي معانا. وكده قطعنا الخضار كله صوابع زي ما انتوا شايفين. وطبعا التقطيع ده على حسب ما انتي تحبي شكل المخلل يبقى عامل ازاي. وطبعا الفلفل سايباه صحيح زي ما انتوا شايفين، بس ما الا عملت فيه فتحات بالسكينه زي ما انتوا شايفين كده. وهنا القرنبيط كانت الميه بتاعته دفيت خالص او بردت خالص، هغسله كويس واصفيه من الميه دي ونقطعه قطع صغيره زي ما انتوا شايفين كده. ويلا بقى ننزل بيه على الخضار اللي قطعناه. بعد كده ما بقى كل الخضار عندي جاهز، هننزل عليهم برشة ملح محترمة كده، علشان انا عايزة رشة الملح دي هتخلي كل المية اللي في الخضار تنزل خالص كده ويهبط شوية، علشان خاطر لما احطه في البرطمانات ما يبقاش واخد مساحة كبيرة. وعلى نفس الخضار هننزل ب3 معالق كبار من هرسة الفلفل، علشان دي اللي هتديني لون وتديني طعم. ونقلب الكلام ده كله مع بعض. ويلا بقى نحضر مية المخلل. في بولة كبيرة كده او في طبق كبير بننزل مية عادية خالص من الفلتر، وبعد كده بننزل بالملح. وبعد كده معايا راس توم كبيرة فرماها وورق لورا، هنزل برضو بيهم على المية. وبرضو هننزل بمعلقتين كبار من هرسة الشطة. ومعايا هنا كوباية الا ربع من الخل. شايفين هرسة الشطة خلت المية ازاي لونها حلو. وبعد كده هننزل بمعلقة كبيرة من السكر، وندوق هنا ونشوف الملح اخباره ايه. لو لقينا الملح مش مظبوط طبعا بنزود الملح. اهم حاجه توصلي للميه ان تكون مالحه، يعني كأنك بتشربي شوربه مالحه، يبقى كده مظبوطه. لو حسيتي ان الميه مظبوط مالحه يبقى لا، هي كده هتبقى محتاجه منك ملح، لازم تبقى مالحه شويه. ومعايا هنا واحده بنجرايه قشرتها وقطعتها مكعبات ونزلت بيها في المية بالشكل ده. ويلا بقى نظبط المخلل بتاعنا. بعد ما حطينا الخضار كله في البرطمانات بالشكل ده، يلا بقى ننزل بالمية عليهم. وعايزاكم تتفرجوا وتشوفوا الالوان، بجد تحفة. بجد يعني عايزة اقول لكم كمان الريحة بتاعتها كانت خطيرة. شايفين منظر وشايفين اللون، المية بجد تحفة. واهم حاجة لما نيجي نقفل البرطمان من فوق، بنحط الاول كيس تلاجة، وبعد كده نقفل الغطا بتاع البرطمان، علشان خاطر ما يبقاش فيه اي رواسب في الغطا، عشان الغطا بيبقى بلاستيك طبعا. يعني طبعا يفضل الازاز او البرطمانات اللي احنا بنحط فيها المخلل تبقى ازاز طبعا، علشان ما تتفاعلش مع الملح. بجد انا مبسوطة من شكل الالوان بجد لا، كأنها لوحة فنية بجد. وبعد كده بعد ما نقفل البرطمانات بتاعتنا، هنسيبها وما نفتحش عليها خالص لغاية ما يجي الصيام او في رمضان نفتحها برضو. فالمهم يعني انا مش هفتحها غير لما يدخل الصيام كده ونفتحها مع بعض، وهقول لكم كمان ان كان استوى كويس وهياخد معايا وقت قد ايه. وده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم، وباي باي.